السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوة بشاير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله ودائما كيف ما عودتكم مع السهل والسريع غادي نحضر معكم فطائر حضريهم دفعة واحدة، كيجيو مورقين مقرمشين بواحد الحشوة اللي اقتصادية ولذيذة وفي متناول الجميع. وخصوصا هذه هي الوقيته ديال هاد الفاكهه هذه اللي غادي نحضر بها هاد الفطائر. خليكم معايا اخواتي حتى نهايه الفيديو باش نكتشفوا السر ديال هاد الحشوه واللذه ديالها، لانهم فعلا يستاهلوا التجربه. بقاو معايا ما تمشيو فين وفرجه ممتعه. غنبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض الرطب اللي عبرتهم بالكاس د العنبه كيف شفتوا. غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر، 2 اكياس ديال الفاني باش غادي نسمو هاد العجينه هادي وريحتهم توصل حتى لعند الجيران، 4 معالق صغيره ديال خميره الحلويات، ونص معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات أولا الخميرة المعجونة شنو ما كان عندكم، ومعلقة كبيرة ديال الخل. الدور ديال الخل أنه كيجيب لنا هاد الفطائر مقرمشين. صافي، وعندي هنايا الماء باش غادي نعجن هاد العجينه هادي. كنخلط هاد النواشف هادو وكيف قلت لكم غادي نعجنهم بالماء فقط، الماء اللي دفيته واحد شويه. كيف كنعرفوا دابا الجو بارد، من الاحسن ومن الافضل دفيو الماء. كنعجن العجينه حتى تنحصل عليها هكايا. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف. كندلكها مزيان تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق وانا كندلك فيها حتى تتولي لي رطبه ما بين يديا كيف كتشوفوا. صافي، في هذه المرحله هذه غادي نجيب واحد الصوينيه اللي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غير باش ملي نحط ديك العجينه ما تلصقليش. وهاد العجينه هذه غادي نقسمها في النص، وكل نص غادي نولي نقسمه في النص باش غادي نحصل على 4 ديال الكويرات د العجينه قياس واحد. كيف كتشوفوا انا بانت لي هذيك باقه صغيره، نقصت شويه من هذه باش نعادلهم كيف قلت لكم ويجيوني قياس واحد. هانتوما الطريقه راها موضحه في الفيديو. كنحصل على 4 ديال الكويرات د العجينه قياس واحد، كندهنهم بشويه ديال الزيت وكنخليهم يرتاحوا، ما كنخمرهمش، غير كيرتاحوا الوقيته اللي غنحضر فيها الحشوه. بالنسبه للحشوه كيف قلت لكم هذه هي الوقيته ديال التفاح. هانتوما عندي هنايا 3 ديال التفاحات يكونوا كبارين اللي غادي نقشرهم وغادي نقطعهم مربعات. في مقله عندي درت هنا واحد المرصو ديال الزبده، تقريبا واحد 2 معالق يكونوا كبارين ديال الزبده. كنخليها حتى تتبدا تذوب وكنضيف لها 3 ديال المعالق ديال السكر. والسكر على حسب الحلاوه، الصراحه انا 3 د المعالق جاتني الحشوه هي هذيك. كنخلط ديك الزبده مع داك السكر كيف كتشوفوا، ومن بعد غادي نضيف له داك التفاح اللي قشرته وقطعته مربعات. المربعات ديال التفاح ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغيورين بزاف. صافي، غادي نضيف هاد التفاح وغادي نجهد النار واحد شويه كيف موضح. هانتوما كنطيب هاد الحشوه على النار تكون مرتفعه، لان الا قللتو النار التفاح غادي يهرى وغادي يرخي الماء ديالو. كنضيف واحد الرشه ديال القرفه باش غادي نسم هاد الحشوه هادي. كنخلط والنار تكون مرتفعه كيف شفتوا، ما كنقش للنار. عندي هنايا نص كاس ديال الزبيب ونص كاس ديال القرقاع. بالنسبه للقرقاع انا هرمشته غير ما بين يديا. كنخلط مزيان وما نقولكمش على الريحه اللي راها عاطيه. كيف كتشوفوا خلطت حتى نشفات لي تماما وديك الزبده تشربات داك الحليب ديالها والحشوه وقفات. هانتوما شوفوا النار راها باقه مجهده. صافي، في هاد المرحله هادي كنضيف واحد المعالقه ديال الكريم كراميل. هذا راه صنع منزلي، كنصوبو كنخليه عندي في واحد العلبه في الثلاجه، راه كيبقى ليا مده طويله. هذا كيبقى اختياري، كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم يمكن لكم تكتفيو غير بديك النسمه ديال القرفه. كيف شفتوا بديت كنخلط حتى
تعسل ليا داك التفاح مع داك القرقاع مع داك الزبيب، وعطاني داك اللوين مذهب تبارك الله ما شاء الله، والريحه ديال الكراميل ما نقولكمش عليها. كنخلي دوك الحشوه تبرد وكندوزو للعجينه. كيف شفتوا خديت الكره الاولى د العجينه وكنبدا هكا نطلقها من فوق سطح العمل، وكنستعن بالزيت، كندهن يديا بالزيت وانا كنسرح هاد العجينه مزيان حتى تنسرحها كامله بحال اللي كنطلقوا العجينه ديال المسمن تماما. طريقه سهله وبسيطه كيف كندير معكم دائما، وصفات ساهلين وبساطين وفي متناول الجميع. في هذه المرحله هذه انا راني مذوبه الزبده حتى تشرب ليا داك الحليب ديالها ولات على هذا الشكل هذا. صافي دابا كندير تقريبا واحد 2 معالق اولا 3 ديال الزبده. الدور ديال الزبده كتجيب لنا ديك التوريقه هكاك كيف شفتوا كيجيو مورقين بحال اللي تقولي مصوبينهم بالعجين المورق، وهي هانتوما غير بالعجينه عاديه. من بعد ما كندهن ديك الزبده كنطويها بحال اللي كنطوي المسمن. طريقة سهلة وبسيطة. كنحطها على جنب، ومن بعد غادي ناخد كرة واحدة اخرى ديال العجينة وغادي نطلقها بنفس الطريقة حتى هي كنطلقها عادية بحال اللي كنعجن المسمن، وانا كنستعن بالزيت باش ديك العجينة كتبقى تبعني وما كتلصقليش في يديا. اخواتي الا وصلتوا حتى لهنا بالمشاهده ما تنسونيش من واحد البصمه، الله يجازيكم بخير، باش الفيديو يطلع لي واحد شويه ويشوفوه ناس اخرين. دهنت بالزبده وشدي وهزيت داك المربع ديال العجينه وحطيته في الوسط وكنطوي عليه، يعني كندير مربع في قلب مربع. هانتوما بهاد الطريقه هذه باش كيجيوني هاد الفطائر مورقين كيف شفتوا. صافي غادي نستمر هكا بنفس الطريقه. غادي نحضر دوك 2 كرات اللي باقيين لي. من بعد ما ساليت هانتوما غادي نشد مربع نخليه على جنب، وغادي ناخذ المربع الاول ديال العجينه وغادي نقرصو بحال اللي كنقرص المسمنه، غير هي غتكون مسمنه كبيره على هذا الشكل هذا مربع كبير. غادي نقسمو في النص بواحد الموس اولا سكين بهذا الشكل هذا. كنحاول انني نضغط على داك الوسط لانه كيكون باقي غليظ واحد شويه، وغادي نجيب الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الفطائر. كيف كتشوفوا انا قسمتها على 4. كنحط هكايا الحشوه في هاد الجانب هذا بهاد الطريقه، وكنحاول انني نقاددها نعمر دوك الفراغات باش كيجيوني دوك الفطائر كاملين معمرين. هانتوما بهاد الطريقه هذه كنقادد ديك الحشوه بهاد الشكل هذا، وداك الشيء اللي بقى لي غادي نعمر به العجينه اللي مازال. كيف شفتوا بهاد الطريقه هذه. صافي من بعد ما كنقادد ديك الحشوه غادي نطوي عليهم من الجانب التحتاني هكا، كنطوي وكنبدا نلف بهكا حتى تنوصل للنهايه. فاش كنوصل للنهايه كنحاول انني نقرص ديك العجينه، كنقرصها هكا ما بين صبعاني وكنحصل على رولو كنحطو في الصينيه اللي راني دهنه بالزيت وغادي ندخلها للفران، يعني مباشره كنحطهم في الصينيه اللي غادي ندخل للفران. كيف شفتوا كنلف بهذه الطريقه. غادي نستمر هكا حتى غنسالي العجينه اللي باقيه لي. بطبيعه الحال انني كنقاددهم باش كيجيوني قياس واحد. من بعد ما ساليتهم عندي هنا صفار بيضة اللي دايره له قطرات ديال الخل. كندهن الوجه ديال هاد الفطائر بهاد الصفر ديال البيض مع قطرات ديال الخل باش كنحيدو ديك الزفوره ديال البيض. كندهنهم كاملين، ومن بعد كنجيب واحد الموس اللي كيكون عندي ماضي وكنبدا هكا نقطعهم على شكل مثلث بهذا الشكل هذا. هانتوما هكايا كنقطعهم على شكل مثلث حتى غادي نقطعهم كاملين. من بعد ما غادي نقطعهم كاملين غادي نرش عليهم رقائق اللوز وغادي نزينهم
برقائق اللوز كيف قلت لكم، واحد شويه ديال البافو. في هذه المرحله هذه انا راني مخدمه الفران، شعلته كيسخن باش غادي ندخلهم، ما غاديش نخليهم يخمروا مباشره، غير كنزينهم بهاد رقائق اللوز وشويه د البافو، ومباشره كندخلهم للفران. راني واخا عجناهم بالخميره مباشره كندخلهم للفران. كنطيبهم على نار تكون مهيله واحد شويه باش كيطيبوا ليا من الوسط ويجيوني مقرمشين. صافي غادي نديهم للفران. من بعد ما طابوا كيكون هذا هو الشكل ديال الفطائر اللي حضرت معاكم. كنخرجهم من الفران، شوفوا تبارك الله التوريقه كيف كتبان، طبقات ديال التوراق كيف كيبانوا راهم كيجيو مقرمشين. انا راني بغيت نسمعكم الصوت ديال التقرميشه، ولكن راه عندي الصداع في الدار، ما غاديش يتسمع التقرميشه، غيتسمع غير الصداع. المهم هانتوما راهم باينين التوريقه كيف باينه، غير شكلهم راه يعطي الخبر. حتى لهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. ما تنساونيش اخواتي من البارطاج وواحد البصمه، وإلا عجبكم الفيديو كيف قلت لكم بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، والى فيديو جديد.